السلام عليكم. اليوم عندنا كبة التمن. قبل ما أقولكم الوصفة، اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس وينطي لايك إذا عجبتكم الوصفة حتى يوصلكم كل شي جديد. عندي هذه المكونات: بهارات، حبتين بصل مفروم ناعم، وعندي نص كيلو، استخدمت نص كيلو لحم، وكوب واحد تمن منقوع. البهارات عندي فلفل أسود وكمون وكاري وكركم. هسه حنسوي الحشوة. نضيف زيت تقريبا ملعقتين أكل، مو أكثر، أنا ما أحب أضيف زيت هواي للأكل. ونحمس البصل. إذا تحبون كمية أكثر فتقدرون تضاعفون الكمية. أنا هنا عائلتنا صغيرة فسويت فقط حبتين بصل وكاسة واحدة تمن. نحمس البصل لحد ما يتغير لونه. هنا عندي البصل بدأ يستوي، حضيف عليه اللحم. ضفنا اللحم، مسوية البصل لحد ما يتغير لونه ويذب المي مالته وتروح الزفرة. نتأكدوا ان اللحم انحمس زين، بس ما ينحمس زايد ويابس، بس يتغير لونه. ونضيف له البهارات حتى تنحمس وياه وياخذ نكهة. نظل نقلب بيه ونعوفه تقريبا على نار وسط 10 دقايق. بدأ ينحمس عندي اللحم ويتغير لونه، حضيف عليه البهارات. هنا ضفت البهارات. إذا تحبون يكون الأكل سبايسي أكثر تقدرون تزودون كمية من الفلفل الأسود وبعد البهارات حسب ذوقكم. أحمسهم ويا اللحم، أقلبه فد دقيقتين. هنا أني ثرمت معدنوس على جهة، ما قلت لكم بالمكونات، ما خليته لكم، ينطي طعم كلش طيب للحشوة. هسه أخذ نكهة اللحم، أضيف عليه المعدنوس. ما أحمسه زايد، أخليه دقيقة أو دقيقتين لأن أحبه فريش بالحشوة، يكون طعمه بارز وطيب. صارت عندنا الحشوة تقريبا جاهزة. نطفي عليها النار ونبدي نسوي التمن الكبة.
هنا حسوي التمن، نضيف زيت ونصفي التمن من المي مالته ونضيفه، ونضيف عليه كركم. أني استخدمت كركم، اكو ناس تستخدم صبغ اللوزينة، بس الكركم يعطي طعم ولون كلش حلو. الأغلب يستخدم كركم يعني بالكبة، واكو ناس تستخدم بوتيتا ويا العجين مال الكبة، بس أنا هنا استخدمت فقط تمن. تقدرون تضيفون بوتيتا بعد براحتكم. حما استوية التمن، تضيفون مي على كل كوب تمن كوبين مي. أنا عندي كوب واحد فحضيف كوبين مي. أول شي نخليه على نار عالية لحد ما يفور المي وتستوي عندنا الحباية ونوب نهدرها. عندي الحباية مو كلش مستوية فحضيف شوية بعد مي. ظلوا راقبوا الحب مال التمن لحد ما يستوي وتكون كلش طرية. نطبقه ونعوفه يتهدر من 5 دقايق إلى 10 دقايق. أجي أقلب التمن وأشوفه إذا استوى. هسه هنا حبدي أضيف له النشا على مود تتماسك، تقريبا ملعقتين كبار لحد ما تتماسك. أظل أقلب بيها مثل ما تشوفون. هنا تقريبا كمل عندنا صار جاهز. نطفي عليه النار. هنا ضفت له بعد نشا على مود تكون عجينة متماسكة. إذا تحبون مثل ما قلت لكم تضيفون بوتيتا، فأيضا النشا مال البوتيتا يساعد على تماسك العجينة ويعطيها طعم طيب. حعجنه هنا مثل ما تشوفون العجينة صارت جاهزة وطرية ومتماسكة. لازم العجينة تكون ناعمة حتى تتشكل وياكم زين. تكون حباية التمن ما مبينة، يعني تكون العجينة كلش ناعمة. حبدي أشكلها. شكلتها بهذا الشكل، وتقدرون تشكلوها بأي شكل انتو تحبون. إذا جربتوها وعجبتكم كتبولي بالتعليقات وانطوني لايك على الفيديو وألف عافية.